انا اول مره اجرب الاكلات اللي في الفيديو ده، فاعذروني لو اكلت اي حاجه منهم بطريقه غلط او غير المتعارف عليها. في رحلتي للاكل حوالين العالم النهارده هنجرب اكل من 4 بلاد مختلفه: الاردن، فلسطين، المغرب وليبيا. فاخدت عيلتي ورحنا الكربة في مصر الجديده عشان نجرب بيت لحم. وانا في الفيديو ده رايح اجرب حاجات جديده، مش جاي اتكلم على الاسعار، فهسيب لكم المنيو بكل الاسعار في الكومنتات. اول حاجه بدانا بيها هي المقلوبه، وبتنزل بشو لذيذ كده. وللي منكم ما يعرفش هي ايه اصلا المقلوبة، هي بتكون عبارة عن شوية طبقات كده فوق بعض: بتنجان، بطاطس، طماطم، ورز مصري ورز بسمتي الاتنين مع بعض. واحنا هنا طلبناها بالفراخ. انا خدت معلقة كده حاولت اجمع فيها كل الحاجات مع بعض، الصراحة كان طعمها حلو جدا. الرز اصلا نفسه من جوه شارب العصارات بقى بتاعت البتنجان والبطاطس والطماطم والحاجات دي كده كلها مع بعض، وهكذا الفراخ اللي جوه المقلوبة نفسها. انا خدت حتة كده من الصدر، التتبيلة بتاعته كانت حلوة قوي، ما كانش ناشف وطعمه كان حلو. فعامة المقلوبة فعلا من الحاجات اللي عجبتنا، بالذات انا واختي. احنا اصلا كنا عايزين ناخد طبق معانا البيت. حلو قوي، حلو الفراخ قوي الصراحه. نايس ون، نايس ون. تاني حاجه بقى جربناها هي المبكبكه الليبي بالموزه الضاني. هي بتتقدم كده في فخاره، وبعد كده بيقلبوها لك في طبق فخار برضه، وما ينفعش تطلب المبكبكه من غير ما تسمع الصوت ده. والمبكبكه هنا بقى الفرق ما بينها وما بين المبكبكه المصري او المبكبكه البدوي هي التوابل. هما بيستخدموا حاجه كده تقريبا اسمها توابل البازار الليبي، وممكن برضه اخواتنا الليبيين ياكدوا لي تحت في الكومنتات المعلومه دي، وبرضه يقولوا لنا هي ايه اصلا توابل البازار الليبي. وبوجه عام انا اصلا بحب المبكبكه، وهم عاملينها حلو، بس هي مش بعيد قوي عن المبكبكه المصري او البدوي. بس اللي كانت عجباني قوي الصراحه الموزه، شاربه كده من الصلصه والتوابل، وبعدين كانت مستويه مظبوط. فانا الصراحه كانت عجباني سواء كلحمه او حتى كتتبيله. الحته دي ليك انت. تالت حاجة جربناها بقى هو ميكس ما بين دولتين: كسكاس بيت لحم. وده بيكون عبارة عن كسكسي بالفتلة المغربية على الطريقة الليبية. احنا طلبناه باللحم الشمبري، وبيتقدم معاه حاجة كده عاملة زي الطاجن اسمها يخنة ليبية، ودي بتكون ميكس ما بين البصل والحمص، وبتستخدم كده كأنها صوص بيتحط على الكسكسي نفسه، وبعد كده تاكل الاتنين مع بعض. كان طعمها حلو قوي. انا الصراحة نادرا ما باكل الكسكسي الحادق، بس هنا بقى جه دور البوب الكبير. ابويا هو اللي قال لي الفرق ما بين الكسكسي المصري والكسكسي اللي بالفتله المغربيه. بصوا هي حوارات كتير في عمل الكسكسي نفسه، وده بيتفرق اكتر من ده وبتاع، بس الملخص بتاع كل ده ان الكسكسي اللي بالفتله المغربيه اخف بكتير قوي من الكسكسي المصري. وبالنسبه للحمه اللي كانت عليه من فوق دي، هي كان فيها قطع كتير ملبسه. انا صراحه ما بفضلش اللحمه الملبسه، يعني زي ما انتوا عارفين في كل الفيديوهات، بس دقت واحده كده دهونها كانت قليله، الصراحه كان طعمها حلو. اخد بقى معلقه دي، انا عايز اخد فيها كل الحاجات سوا. الصوص نفسه مع الكسكسي الصراحه طعمه حلو. واخر حاجه بقى، وهي الحاجه اللي انا كان نفسي اجربها من فتره الصراحه، هي المنسف الاردني. وهم هنا بيعملوه بلبن الجميد الكركي الاردني، اللي هم اصلا بيستوردوه مجمد من الاردن، بيبقى في الهيئه دي، وبعد كده بقى بيبتدوا يحولوه ان هو يكون لبن الجميد الكركي اللي هيتعمل بيه بعد كده اللحمه والصوص اللي هيتعمل على الرز والحاجات دي كلها. بص انا خدت في الاول معلقه كده من الرز، هو تقريبا كان محطوط صوص الجميد ده على الرز كله، وهو كان طعمه حلو، بس هو طعمه مختلف مش زي حاجه احنا متعودين عليها. وعامه طبق او صحن المنسف الاردني ده بيجي معاه كده على جنب صوص الجميد، بس بيكون مركز. انا حطيت منه كده معلقه على الرز، بس الصراحه كنت افضله لو كان اخف من كده شويه. بس عامه حتى من غير ما تحط عليه الصوص اللي على جنب ده، هو اصلا فيه طعم الجميد ده نفسه، سواء اللحمه او حتى الرز. ويا سلام بقى لو تاخد حته عيش صاج كده، تروح حاطط فيها اللحمه والرز وكل حاجات مع بعض، وتكورها وتاكل كده كل ده مع بعضه. الصراحه كان حلو قوي. والعيش الصاج نفسه بيهدي التركيز بتاع صوص الجميد ده، فعامه بيخليك مستمتع اكتر. مش عارف بقى هل دي الطريقه اللي الاردنيين بياكلوا بيها، ولا هم بياكلوه عادي بالمعلقه زينا، ولا هم بياكلوه ازاي. انا صراحه لا افقه شيء، بس انتوا ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات انهي طريقه منهم هي الاصح. يلفوه بقى بطريقه، بس انا مش عارف الفه. هو الصوص تقيل قوي، فهو تقريبا بيحطوها في العيش عشان خاطر تقلل الطعم بتاعه، او يعني ما يبقاش طعمه مركز قوي. او انا بفتي، بس اعتقد انا بفتي ده الحل الاكبر يعني.
عامة الطبق ده من الحاجات المختلفة اللي انت مش هتلاقي زيه حاجات كتير هنا في مصر، وعجب البوب والمم جدا. البوب ده اللي هو الحاج الكبير، والمم دي اللي هي الحاجة الكبيرة. وفي الاخر بقى واحنا بنقفل بشاي الزردة، تعال اقول لكم ايه اكتر حاجات عجبتنا من هناك. بالنسبة لي انا واختي المقلوبة الفلسطيني كانت حقيقي رائعة رائعة رائعة. البوب الكبير عجبه قوي المنسف الاردني، والمم الكبيرة عجبها قوي الكسكسي بالفتلة المغربية اللي على الطريقة الليبية. وبس كده، ما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل جربتوا المحل ده قبل كده ولا لا، ولو جربتوه ايه اكتر حاجة عجبتكم من هناك. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معاكم أباظة من قناة لايف ويز أباظة. سلام.